سافرت فرنسا من سنة 2002. دخلت الجامعة الأمريكية في باريس وعملت الماجستير بتاعي هناك، وبعد كده ابتديت اشتغل في بنك من البنوك الدولية هناك في فرنسا، وبعد كده انتدبوني من هناك نزلت مصر. هنا اهو اشتغلت في البنوك برضو لمدة حوالي 5 سنين، وبعد كده قررت ان افتح البيزنس الشخصي. البنوك اللي اشتغلت فيها؟ انا اشتغلت في بنك كان اسمه NSGB اللي هو كان البنك الاهلي السجنرال، وبعد كده اتقلب بقى حاجه اسمها QNB او البنك قطر الوطني. وده بقى المجال اللي هو اللي انا كنت مركز فيه اكتر، لان عيلتي كلها عيله بنوك. بعد كده ابتديت اقرر ان انا افتح البيزنس الشخصي بتاعي، فابتديت اول بيزنس بشركه اي جي بابي، ودي كانت اول تجربه ليا في مجال البيزنس. الحمد لله كانت بدايتها كويسه جدا. كان شركه مغامره تدخل في المجال ده، هو كان ريسك. كل الناس كانت ضد الفكره دي تماما، لان هو مجال مش منتشر في مصر ولا الناس عارفاه او حاسه ان هو ليه اهميه. ولكن الموضوع نفسه ان انا كنت حاسس ان في فرصه كبيره بسبب تجمع الكومباوندز الجديده اللي بتفتح في التجمعات كلها الجديده، زي التجمع الخامس، الشيخ زايد، كل مناطق الشروق، كل المناطق الجديده دي. كل واحد بيبقى عنده فيلا، عنده شقه دور ارضي بجنينه، ففي بوتنشال او فرصه ان هو يبقى عنده كلب يقدر يجيب له حاجته ويعمل له بخدمه ممتازه بشكل مختلف من الستورز. فكانت هي دي فكره اي جي بابي، ان هو اول مكان متميز او متخصص في حاجات الكلاب فقط لا غير. فاحنا خدنا توكيل من اكبر 6 شركات في العالم في كل مجال، سواء في التغذيه او في الحاجات الصناعيه او في المكملات الغذائيه، في كل شيء. ووفرنا للعميل خدمه مختلفه عن اي حاجه تانية خالص. فالحمد لله لقيت نجاح كويس قوي، والموضوع ابتدى يزيد لحد ما بقينا عدد فروع كبير. ابتديت بعد كده اخش في مجالات تانية، زي دخلت في مجال المطاعم. عندي شركه موكاي، وليها ده مطاعم متخصصه في 3 انواع من المطابخ. هو المطبخ الياباني اللي هو السوشي، والتابانياكي اللي هو اللايف شو اللي هو الجريلينج، الشيف بيقف قدامك بيطبخ قدامك لايف، وفي الانترناشونال فود الاكل الانترناشونال، وكوستم سيكشن للكوفي شوب. فعملت كل ده تحت دايره واحده. كان دايما بلاقي ان الناس بتواجه مشكله انها تروح مكان سوشي مش عارفه تشرب مثلا شيشه بعدها، بتروح مكان تاكل اكل كويس مش عارفه تلاقي درينكات حلوه، مش عارف، مفيش المعادله كامله في نفس المكان. فانا عملت كل حاجه تحت امبريلا واحده متقسمه لسكشنز، فيبقى الشخص نفسه عارف ياخد كل البنفيتس والبريفليجز من غير ما هو يبقى عنده مشكله انه يقوم من مكان ويروح يقعد في مكان تاني. وعاده ما بيتفقوش الناس مع بعض في الجروب على ان هم محتاجين نفس الاكل، فتلاقي اللي عايز ياكل سوشي مع ناس ما بتحبش السوشي، واللي عايز يقعد ما ياكلش خالص فنفسه يقعد يشيش ولا يعمل اي حاجه. كل القصه ان هم كل واحد ليه راي مختلف. فانا خليت ان كل الناس دي ما تفكرش، كل واحد عنده رغبه هيلاقيها موجوده، وهو ده الحمد لله اللي عمل نجاح لمطاعم موكاي. وبعد كده دخلت في مجال ثالث. كل الناس، انا المجالات اللي بختار اخش فيها بتبقى كلها بتخاطب نفس الفئه من الناس او نفس الناس اللي عندها نفس الرغبات. القصه كلها كانت ان انا دخلت في مجال الموتوسيكلات. الموتوسيكلات دي نفس الناس اللي بتحب تاكل سوشي وبتروح الجيم وبتقتني كلاب، هم دول نفس الناس اللي بتحب تركب موتوسيكلات. فابتديت عملت الحمد لله اول واكبر معرض موتوسيكلات موجود هنا في مصر، وكان مكانه في التجمع الخامس هنا اهو. ودي شركه بايكولوجي. الموضوع ان الشركه كانت بأداء اداء قوي جدا. بس بقى احكي لك ايه العوامل الاقتصاديه اللي اثرت على ال3 بيزنسز دول، لان في الشركات منهم دول القوانين والظروف اللي حصلت في البلد اثرت على كل حاجه من الحاجات دي. التعويم كان تاثيره معاك؟ مش بس التعويم، قرارات الاستيراد والتعويم والظروف اللي اتحطت والعراقيل اللي اتحطت على الاستيراد اتفرضت عليه. كل البيزنس اللي انا بكلمك عليها دي قايمه 100% على الاستيراد. انت اديت تفكير مثلا، انت لما لقيت هو بيحط عراقيل على الاستيراد، هل مثلا فكرت تعمل حاجه ميد ان ايجيبت؟ بص، هو فكره ميد ان ايجيبت في المجالات دي بالذات صعبه شويه، عشان حاجه مهمه بالنسبه مثلا للمطاعم. فاحنا شغالين في السمك انواع السمك اللي شغالين فيها ما بينموش في مصر اساسا، زي سمك السلمون مثلا. سمك السلمون ده بيعيش في المحيطات، فاحنا ما عندناش في مصر محيط ولا المناخ اللي بيعيش فيه السمك ده. مهما حاولت تصنعه هنا مش تقدر تصنعه، لان هو ملوش مناخ يتربى فيه. بالنسبه لموضوع الموتوسيكلات فكلها براندات عالميه، ما ينفعش تصنع الموتوسيكل هنا لان احنا اصلا ما عرفناش نخش في مراحل تصنيع المواتير، فدي قصه ثانيه خالص. فعشان تقدر تخلي هوندا تصنع في مصر، او تخلي ياماها او سوزوكي او اي براندات من البراندات الكبيره في العالم ان انت تنزلها هنا مصر عشان تصنع، ده مشروع كبير جدا. ثانيا هم بيبيعوا فكره ان المنتج ده ميد ان جابان، او متصنع في اليابان، او متصنع في امريكا. فلما هتصنعوا له في بلد ثانيه هيخرج بره نطاق العلامات التجاريه بتاعته او جودته، فعشان كده ملهاش بديل محلي. طب انت حاطط تفتح لينكات مثلا مع الجهات المسؤوله عن الاستيراد، كالغرف التجاريه، كوزاره الصناعه، الوزارات المسؤوله عن القصه دي؟ هل بص، هو الدوله ماشيه على دايركشن او منهجيه معينه دلوقتي، هي انها عايزه تقلل الاستيراد بطريقه رهيبه وتعلي من معدل الصادرات بتاعتها عشان تقلص في الفجوه بتاعه الديت ريشيو او الجاب اللي موجوده ما بين الاستيراد والتصدير.
حجم الاستيراد وحجم التصدير. اللي بتستورده مصر اكتر بكتير جدا من اللي هي بتصدره، فده مخلي عندها مشكله في العمله، مشكله في الموارد بتاعتها. فهم ابتدوا يحطوا سياسات قويه جدا انها تمنع وتحط عراقيل على الاستيراد، ويحاولوا يحفزوا موضوع التصدير. فده سبب مشاكل كبيره جدا للبيزنسز اللي قايمه كلها على الاستيراد. فمن ضمنها مثلا ان هم منعوا استيراد الموتوسيكلات من عن طريق ان هو يجيبوه في كونتينر واحد، تقدر تجيب كذا موتوسيكل زي الاول. دلوقتي بقى بيفرض عليك ان انت تجيب في الكونتينر كامل موتوسيكل واحد بس، فبالتالي لما بتحمل تكلفه الشحن على الموتوسيكل فبيصبح برقم خرافي، فما تقدرش تبيعه، فبالتالي مش هتفكر تستورده. فالموضوع بقى صعب جدا في تنفيذه. نفس القصه في موضوع اكل الكلاب والاكسسوارات بتاعتها، طلبوا تسجيل المصانع من شركات عالميه اصلا هي مصانعها واخده شهادات قويه جدا. فالاجراءات التعسفيه اللي اتخذت سببها الاساسي هو تقنين الاستيراد ووضع ليه حدود قويه جدا عشان يقدروا يحجموا منه. زائد موضوع العمله، بقت في حاجات كتيره جدا مش عمليه ان العميل يقدر يشتريها بسبب قصه العمله. ان بدل ما كنا بنكلف الحاجه على 6 جنيه و7 جنيه، بقت بتكلفها على 19 جنيه و18 جنيه. فبقى الموضوع بالنسبه له بيدفع 3 اضعاف الثمن عشان يقدر ياخد نفس المنتج. اضطريت ان انت غصب عنك تستورد منتجات بكواليتي اقل عشان تواكب بيها العميل اللي عنده بادجت معينه شهريه يصرف بيها. فكانت الفتره اللي فاتت فيها في تخبطات اقتصاديه جامده جدا اثرت على البيزنس بتاعتنا بشكل وحش. شايفه ان هو حاسس انه ممكن اكيد هيبقى في تغيير في الفتره الجايه، بس احنا كل اللي بنحاول نعمله الفتره دي ان احنا نحافظ على البيزنس انه ما يقدرش يقع ولا يقفل. طب انت يعني بتعمل ايه عشان خاطر حاطط رولز عشان الفتره دي تقدر تحمي نفسك من الموضوع ده؟ انا ما اقدرش احمي نفسي على قد ما اقدر اتواكب مع الاحداث. يعني انا دلوقتي لو كنت بجيب اكل معين بيتباع للعميل برقم ما وكان هو ده بيناسب ميزانيته، فلما الاكل ده غالي جدا بقى بضعفين او 3 اضعاف ميزانيته، اضطريت اشتري اكل تاني من بره بيناسب نفس ميزانيته بس مش بنفس جوده الاكل ده، بس عشان احافظ له، عشان احس ان هو بيدفع نفس القيمه وفي نفس الوقت يبقى بياخد حاجه شبيهه او قريبه ليه. فده خد مننا مجهود كبير جدا ان احنا نقدر نوصل لحاجات شبيهه او مماثله باسعار اقل، لان المنتجات التانيه اصبحت غاليه جدا. فكده بقى في كل مجال ابتدينا نبص مثلا في مجال المطاعم على ايه الحاجات المستورده اللي نقدر نبدلها بمنتج محلي. فلو ليتس سي كنا بنجيب اللحوم مستورده من جنوب افريقيا ومستورده من البرازيل ومستورده من كذا حته، كنا بنجيب لحوم عاليه الجوده جدا، ابتدينا نشتغل على اللحوم البلدي اللي هنا، ابتديت تستخدم معاها طريقه تتبيله معينه عشان تطلع الطعم بتاعها قريب من اللحمه المستورده. ابتديت تحاول تظبط نفسك وتاقلم الاوضاع على انها تتواكب مع الظروف الاقتصاديه الموجوده في البلد حاليا. بس وهو ده اللي مخلي البيزنس عارف يعيش دلوقتي. طبعا مش في افضل حالاته، ولكن انا حاسس بان في خطوه جايه هتبقى البيزنس ده هيختلف تماما في طريقه نموه ورجوع الوضع لما هو عليه بعد ما الاحوال الاقتصاديه تتظبط. بس ان شاء الله. خلينا نطلع من حته الاحوال الاقتصاديه، ندخل شويه كده على الاسره، وتكلمنا عن اسرتك في البدايه، بدات ازاي؟ بعد كده يعني كرجل اعمال بدات في البدايه ازاي؟ دخلت مجال البيزنس والارتباط والقصه. انا وانا في فرنسا زي ما حكيت لك اتعرفت على زوجتي كانت سويسريه. اتجوزنا في مصر هنا، وعلى طول قررنا نتجوز، ونزلت هنا مصر وهي اسلمت. وبعد كده ابتدت تعتنق الدين الاسلامي بطريقه قويه جدا، ابتدت تخش في الموضوع سنه بسنه وتتعمق فيه، والموضوع فضل خلفنا ابننا ادم. وبعد كده الموضوع فضل يزيد جرادولي لما ابتدت تخش تدرس كورسات عربيه، اتعرفت على بعض الناس جوه السنتر فجر ده. الموضوع ابتدى يزيد، ابتدت تحرم حاجات كتير جدا، ابتدى القصه بقت تبقى معقده قوي في موضوع التعايش. فقررنا الانفصال، وان انا اروح اخد ابني كل اسبوع 3 ايام يقعد معايا. القصه ابتدت تتطور لحد ما في يوم وليله اختفت هي وابني، واكتشفت انها هربت، كانت متجهه الى سوريا، ركه في سوريا للانضمام للدوله الاسلاميه. والموضوع ابتدى بقى من هنا ان انا احاول اطلع بقى الحقهم وخاطب المخابرات المصريه وفي الدوله معايا، في ان انا عرفت ازاي اعرف اوصل لهم ويساعدوني ان هم ازاي ارجع بيهم. وكان الموضوع هنا هي سهله كده، رحت جبتهم وجيت معاك خالص. الموضوع كان قصه كبيره جدا. الموضوع القصه ابتدت من هنا من مصر، ان انت الاول توجد هم طلعوا وراحوا فين ومشوا ازاي، فكانت مكالمات تليفون وتتبع. وبعد كده لما عرفنا ان هم راحوا اليونان، حجزت تذكره تاني يوم وطلعت اليونان، وابتديت اعمل محاضر في اقسام الشرطه ان هم يوجدوا بصورتهم، ان هم اول ما يمسكوهم او يلاقوهم قبل ما يعدوا الحدود. وبعد كده مسكوهم على الحدود اليونانيه التركيه. طلعت هناك، السفاره السويسريه طبعا ابتدت تدافع عنهم، السفاره المصريه ابتدت تخاطب وتطلب بحقي في ابني. فالموضوع تحول لنزاع
القضائي، المحكمه اليونانيه ابتدت تستمع مني ومنها، ابتدوا يسالوها اسئله: هل انت فعلا كنت رايحه سوريا؟ هل انت كنت هتنضمي للدوله الاسلاميه؟ هل هي ما نفتش اي حاجه؟ والقاضيه حتى استغربت بانها فعلا معترفه بكل شيء، وان هم عندهم عقيده باللي بيعملوه ده، لان هو في غسيل مخ تام قايم عندهم. لحد ما المحكمه قررت لي بنقل حضانه ادم ابني ليا، فاخدت ابني ورجعت مصر هنا اهو الحمد لله. يعني الموضوع ده انتهى وهي تحت الرقابه في سويسرا، خدوها في سويسرا وتحت الرقابه، وكانت هي دي التجربه الاليمه شويه في الحياه الشخصيه يعني. طبعا هي شايف المراكز دي بقى، نتكلم عن المراكز اللي هي التعليم، هل المراكز دي زي اوقار لداعش؟ هي مش اوقار لداعش على قد ما هي اوقار لفكر معلوش كنترول. يعني هو المراكز تعليم الاجانب بصفه عامه مفيش هنا في مصر سياسات محدده لايه المناهج اللي تتبع ونوعيه الطلبه اللي تخش هنا، لان الناس كتير قوي بتاخد مصر على انها خطوه انها تروح بيها للانضمام لجماعات ارهابيه كتيره. ليه مصر بالنسبه لهم خطوه مهمه؟ لان الحياه فيها رخيصه، وبالنسبه لهم مراكز تعليم اللغه موجوده في كل حته وبدون رقابه. فالموضوع ده مناخ مؤهل جدا للناس دي انها تنزل تقعد هنا في مصر، فبيروحوا مراكز مفيش اي جهه رقابيه بتشرف على المراكز دي، فبتعرف هي بتدي ايه وما بتديش ايه، والجامعات اللي جوه او الناس اللي بتدرس جوه. دي اساسا اجنبيه؟ لا، مراكز مصريه بس بتخاطب الاجانب لانها بتعلم لغه عربيه، فبالتالي عايزه واحد اجنبي عايز يتعلم اللغه العربيه، فبتبتدي تخاطبهم عن طريق اعلانات اونلاين، اعلانات على السوشيال ميديا، تقول لهم احنا المركز المعتمد في مصر الوحيد. كل واحد يتكلم بطريقه ما انه يحاول يوصل لفئه معينه من الناس اللي هي عايزه تيجي تتعلم عربي. يبتدي يخش هنا اهو يلاقي ناس من كل دول العالم اللي عنده الافكار السليمه والافكار الغلط والافكار كل انواع الافكار، فالطلبه دول بيختلطوا ببعض، ويبتدي الناس اصحاب الفكر المتشدد يفرضوا او يحاولوا يوصلوا لك الفكر ده بطريقه اقناع قويه، نتيجه ان انت لسه واخد الفكر الاسلامي جديد او داخل الاسلام جديد، فمش عارف ايه الصح والغلط. فبالنسبه لك بيبقى الفكر بتاعهم ده بالظبط، الفكر بتاعهم ده بيبقى انبهاره، بتنبهر بيه. يقول لك احنا عندنا والغزاة والحروب والجهاد، الموضوع بيبقى فيه شده واكسايتمنت، عارف انت، حماسه، فبيخشوا بيبقى الموضوع بالنسبه لهم غير اللي ولد على الدين. بالنسبه له الدخول فيه اكنه واحد لسه داخل في الدين الاسلامي جديد في وقت النبي، بيبقى عايز يثبت جدارته، فده بالنسبه لهم بيحسوا ان ده اثبات للتدين والاقتناع بالمبدا. فهو ده اللي بيخلي ناس كتيره جدا تخش في الفكر ده، فكر الجهادي التكفيري. او المراكز دي منتشره في الحياه الراقيه اكتر؟ بالظبط، يعني مش راقيه قوي، بس يعني الحاجات المتوسطه، يعني مدينه نصر، وسط البلد، موجوده في اماكن كتير، الاماكن اللي بيعيش فيها دايما الاجانب. يعني الاجانب في مصر بيعيشوا في الحي العاشر عشان بالنسبه لهم حي رخيص قوي في مدينه نصر، بيعيشوا في مناطق الشباب، اسكان الشباب، بيعيشوا في حتت معينه في مصر الجديده، حتت معينه في وسط البلد. كل الاماكن دي معروف فيها ان ده بيأجروا فيها الاجانب، فيبتدي المراكز دي تفتح جنب الاماكن السكنيه بتاعتهم. ما بيبقاش عندهم خلفيه من الدين الاسلامي بتاعنا قوي بالظبط، ومش عارفين مين المرجعيه الصح. يعني مصر هنا اهو المفروض تبقى حاطه مرجعيه معينه للاجانب اللي عايشين هنا. هل هو انت شفت حد بعد كده ابتدى يجذبوا نفس السكه؟ هو اصلا مش ما مسكوهاش هي لوحدها، وكان في كذا حد في الموضوع ده. يعني القصه دي احنا موضوع الناس بتخرج من هنا من مصر تطلع داعش، القصه دي كتيره وبتحصل بشكل اسبوعي او يومي، محدش يقدر يجزم الحجم بتاعه قد ايه بالظبط، بس ده شيء منتشر جدا. هم بيخاطبوا هنا اهو نوعين من الناس. نوع الطبقه الفقيره جدا اللي هم بيدوهم فلوس كتير قوي، فبالنسبه له انا بنفذ اروح اقعد لي هناك سنه 6 شهور مهما كان في ريسك بالنسبه لي، بس هعمل فلوس كتير وارجع. واحد تاني بيخاطبوه بفكره ان انت تحاول تثبت انت شاب وقوي، وانت هتخش بقى حرب وهتبقى تمسك سلاح وهتبقى مسيطر، ونساء الجميلات وكل انواع كل المتعه اللي انت تتخيلها كشاب عندك 17 18 سنه بتسعى ليها مش عارف تحققها في بلدك، بيحطوها لك على الترابيزه. فبالنسبه لك بتبقى دي فرصه، مش باصص لها على انها مغامره بحياته، لا هي باصص لها على انها فرصه. انا هطلع اتصور مع الدبابه واقف، وكل واحد بياخد له 4 5 بنات وفلوس كل يوميه، والقصه بالنسبه له متعه ما بعدها متعه. فبالنسبه له هو ده الفكر. الشاب بيدور على ايه؟ على 3 حاجات: انه يتجوز، انه يكون معاه فلوس، وانه يحس بسيطره. وهو ده بالظبط ال3 حاجات اللي بيدوها. لسه شباب مصر دلوقتي؟ نعم، انت فكر شباب مصر. هو ده اللي بقوله لك، هو ده الشباب بتفكر كده، فهو عمل الباكج بتاعت الشاب اللي عايزها. فانت الشاب بيفكر يلاقي دي فلوس اوكي، نساء اوكي، سلطه وجاه وبتاع انا موافق، وقوه واثبات لا طب خلاص انا هطلع اكشن. هو اكشن موفي. انا بتكلم اكتر عن الثقافه قبل كل شيء. يعني البلد دي عايزه الثقافه قبل، رغم ان هي بلد الثقافه، بس هي عايزه ثقافه فكريه طبعا.
قبل ثقافه ماليه لبعض الفئه الاكبر من الشباب. هم دلوقتي اللي انا ملاحظ ابتدوا يعملوه ان هم ابتدوا يقننوا جدا موضوع الفكر الديني، وابتدوا يحطوا له اسس مين اللي يتكلم ومين اللي ما يتكلمش، ومين اللي يقدر يفتي ومين اللي ما يقدرش. النهارده طلع مثلا قانون بيجرم اللي بيفتي فتوى غير معهوش ترخيص بيها ب6 شهور سجن. فدلوقتي الواحد يبتدي يخاف قبل ما يطلع فتوى وهو ما عندوش مصدر من الثقافه والفكر اللي يقدر يخليه يطلع الفتوى دي، لان وراها يتبع ناس كتير. فلما اجي اقول اي فتوى اسلاميه انا لازم ابقى راجل معتمد وفي جهات بتشرف عليا وابقى عارف مصدر كلامي منين. كل الحاجات دي مهمه جدا. فالمشكله ان الفتره اللي فاتت كانت الموضوع متساب، فكان كل واحد بيدي مطلق الحريه في انه يقول اراءه وافكاره، والناس بتاخدها على انها هي دي فتاوى دينيه. فهم يبتدوا دلوقتي فعلا يركزوا على خطبه الجمعه ازاي تتقال، الفكر بتاع الفتوى ازاي يتقال ومين اللي يقوله ويعتمد ازاي. فانا شايف ان دي اجراءات في اتجاه سليم جدا. طيب خلينا بقى نرجع تاني لمجال البيزنس مان، ونقول كده كان في الخطاب الرئيسي الاخير كان بيقول البنوك وقصه البنوك والتمويل لمشروعات القرى فقيره والقصه دي. هل انت كراجل اشتغلت في البنوك وليك فكر كبير فيها وباع كبير، شايف هل البنوك تقدر تعمل عليه؟ بص، هو البنوك المصريه هنا هو القطاع المالي من اقوى القطاعات اللي موجوده عندنا هنا في مصر، لان القطاع ده تحت تنظيم البنك المركزي، والبنك المركزي عامل اسس قويه جدا للبنوك بحيث انها تبقى الريسك بتاعها او معدل المخاطر ضعيف جدا، وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يثبتوا جدارتهم في السوق المصري. فانا الدوله ابتدت تدعم جدا المشروعات الصغيره والمتوسطه، فابتدت خدوا جزء مالي كبير جدا حطوه لمشروعات صغيره ومتوسطه بتمويل يديه للمشروعات دي بفايده صغيره جدا اللي هي فايده 5%. وانا شايف ان دي خطوه قويه جدا قامت بيها الدوله، هي انها فعلا حطت مبالغ كبيره تقدر تساعد وتطور البيزنس بمعدل فايده قليل جدا، وده هيساعد ان البيزنس يكبر. وده من اول القرى والمدن وكل المحافظات بتاعت مصر تقدر تستفيد من الكارد ده. فالكارد ده لو انت عندك ليتس سي بقاله صغيره عايز تحولها لمعدل سوبر ماركت اكبر شويه، وده هيغير لك من دخلك ويعين ناس اكتر ويخلي الخدمه في المنطقه دي افضل، فهتقدر تاخد كارد ليتس سي ب 200 300 الف 400 الف، وتقدر تضيف المنتجات اللي انت محتاجها وتقسط الكارد ده على 5 سنين 6 سنين فايده 5%، فاكن مفيش فايده اصلا. فالموضوع فيه استفاده للناس دي. فانا شايف طبعا البنوك تقدر تعمل كده، لانها تحط جوه البنوك اللي بتقدم المشروعات التمويل للمشروعات دي تقدم زي كونسلتنت او خبراء بياخدوا المشروع بتاع الراجل ده ويشوفوا ازاي يقدر يطوروه. فلو ليت سي احنا عندنا بقاله صغيره في محافظه صغيره، البقاله دي ايه المعايير اللي انا احطها فيها؟ نعم، كل ما اقول لها دراسه الجدوى هتروح فين وهتجيب. مش بس دراسه جدوى، فكر وتنفيذ، وايه العوامل والحاجات اللي ينفذها جوه البيزنس بتاعه، فتغير له المعدل بتاعه تماما من دخل يومي ليت سي 300 400 جنيه ازاي ينقله ل 1000 جنيه، ازاي ينقله ل 1500 جنيه. شكل العرض والمنتجات على الشلف ازاي، ده في سيكشن كامل اسمه فيجوال ميرشندايزنج او طريقه عرض المنتجات، طريقه الالوان، ايه الالوان اللي تجذب العملاء، الواجهه بتاعه المحل، الراجل اللي واقف، الكاشير يبقى عنده الحاجه موجوده على الكاشير. فهو يحتاج بعض المتطلبات وفرتها له وعلمته ازاي يستخدمها ويعملها، البيزنس بتاعه تحول 180 درجه. زي ما تدي بالظبط طفل صغير 100 جنيه او فلوس في ايده وتقول له الفلوس دي اعمل بيها اللي انت عايزه، لو هو ما عندوش الاسس الصح ازاي يصرفها هيضيعها وهيبقى مديون بيها في الاخر. ولكن انا لو علمت الناس تطور البيزنس ازاي واديله فلوس اللي يقدر بيها يطور البيزنس، فانا وصلت للمعادله مظبوطه، فلوس طور البيزنس وفكر يقدر يتحكم بيه، على دخله وقلل معدل البطاله ووصل للنتائج اللي الدوله بتدور عليها. فانا شايف ان الفجوه هنا مش في قصه الفلوس، هو في قصه تعليم الناس ازاي تقدر تحقق استفاده من المكاسب بتاعتها. فانا شايف انا في عندي كان فكره في الموضوع ده ان الدوله تبتدي تنشئ ادارات معنيه بتمسك في المحافظات. الاداره دي وظيفتها شيء اساسي، الاداره دي مكونه من ناس ناجحه جدا في رجال الاعمال بيستخدموهم كانهم خبراء. ممكن نلاقي رجال الاعمال بدل مثلا هم بدل البنوك هم اللي بيعملوا المشروعات الصغيره والمتوسطه، عباره عن هي شركه كبرى تضم تحتها المشروعات الصغيره دي ولا تتبناها ان هي تكبر بيها زي بنوك مثلا زي البنوك الصغيره. الرجال الاعمال يقدروا يتولوها من الجزء اللي انا قلت لك عليه اللي هو جزء الخبراء. الجزء المالي عمر ما رجال الاعمال هيبقوا في نفس حجم وضخامه القطاع المصرفي. فالقطاع المصرفي هيوفر النقد بس هيشترط
يقول لازم المشروع ده يبقى معتمد من تحت الخبراء دول بيجي يشوفوا المشروع بتاعك، بتقدم لهم بتقول له انا محتاج 500,000 جنيه. هو بيبص ان ال 500,000 جنيه دي افضل طريقه لصرفهم ازاي ويتحول بيها البيزنس، ويحط له اشتراطات وطرق تنفيذ ويتابعوها. فالبنك يطلع موافقته بيزد على ان الحاجات دي هتتنفذ، فتصبح جهتين بيشرفوا على بعض، واحد بيدي الفلوس وواحد تاني بيحط اسس ومعايير النجاح. فالراجل في الاخر هيستفيد كمواطن انه البيزنس بتاعه ارتقى وخد الدخل اللي هو عايزه وطور من ادائه، فيبتدي يكبر طول عمره. وهو ده اللي انا شايف في الحلقه اللي ناقصه. حلقه الفلوس وحدها لا تكفي، وصاحب المشروع لوحده لا يكفي، لازم جهه في النص هي اللي تقدر تكنترول ازاي البيزنس ده ينجح ويتطور. وده سيكشن. خلينا نخش بقى في القطاع اللي انا عايز اكلمك فيه، مهم قوي. هو ان انا كان ليا رؤيه معينه في المشكله اللي قائمه عندنا في دوله زي مصر. كان لسه الرئيس بيتكلم على موضوع ان احنا محتاجين 20% بس من عدد موظفين الحكومه اللي موجودين. اللي هو 7 مليون احنا عايزين بالظبط، عاوزين 1.5 أو 2 مليون بالظبط. فبالتالي انا عندي عدد كبير جدا زياده عن الاحتياج، وفي نفس الوقت قدرات الاشخاص دي ليست بقدرات خريجين الجامعات الحديثه، ولا عندهم الفكر الدراسي ولا المناخ اللي يؤهلهم ان هم يبقوا متطورين فكريا بنفس منهجيه الناس اللي طلعوا دول. فانا فكرت في فكره لو الدوله نفذتها، الفكره دي هتغير جدا من معدل مستوى الخدمات والقدرات داخل الدوله. عارف الخطه دي انا سميتها خطه ديليسيبس. خطه ديليسيبس دي ليه؟ لان في قناه السويس لما جه عبد الناصر حب يعمل عمليه التاميم لقناه السويس، جهز كل ادارات قناه السويس من غير ما موظفين قناه السويس تعرف اي حاجه. حط كل الموظفين دول، بقى كل مدير عارف ادارته ماشيه ازاي، وعمل لهم زي ماكيت شغالين فيه اكنه قناه السويس. جاب فيه اعلى كفاءات واعلى مهندسين واعلى محاسبين واعلى قدرات، بحيث انه في يوم وليله لما يمشي الانجليز يعرف يدور القناه باحسن طريقه ممكنه. ازاي ده بقى يتنفذ على ارض الواقع في وضعنا الحالي؟ احنا دلوقتي بنبني العاصمه الاداريه الجديده، كل الاحياء فيها معموله باكتر حاجه ممكنه من تكنولوجيا وتطور. ده بكلام ناس كتير شغاله في المجال ده او شغاله في الارض دي. العاصمه الاداريه الجديده هتتعمل بطفره زي فكر دبي لما حصل ما بين ديرا وما بين دبي الجديده. نفس القصه في العاصمه الاداريه بيتم. فلما الوزارات كلها هتبقى كلها جنب بعضها، معموله باعلى معدل من التكنولوجيا والتطور، محتاجه نوع معين من الناس يشتغل فيها. فانا المفروض ان انا من دلوقتي ابتدي اجهز عناصر بشريه تبقى مجهزه ومؤهله انها تمسك الوزارات دي، وتبقى الموظفين بتوعها من كل 10 موظفين موجودين هعين واحد عنده قدرات قد 10 من دول واحتياج بتاعهم. والناس دي هتبتدي تشتغل من بعد 2 أو 3 لما تفتح الوزارات دي. كل الناس الموظفين اللي خلاص بقى اولد سكول او المدرسه القديمه، الدوله كده كده هتدفع لهم فلوسهم بس مش مستفيده منهم بالمعدل المطلوب. هيخرجوا كلهم بعشات مبكره، والدوله هتديهم الفلوس اللي بياخدوها بس بدون محسوبيه، بدون فكر غير متناسب ولا مواكب مع الحاله اللي احنا عايشينها، بدون عراقيل في تنفيذ الاجراءات. ومعايا تيم مؤهل جدا في يوم وليله نزل خد التايتلز بتاعت الناس دي. فهي خطه ديليسيبس بالظبط، بجهز كل العناصر البشريه اللي تقدر تدير الوزارات بتاعتي بافضل طريقه ممكنه، باقل عدد، باعلى كفاءه، وفي نفس الوقت الناس بتاعتي اللي انا عندهم دخل وعندهم اسر ما وقفتش عنهم الفلوس، بس خليت دول هيقدروا يخلوا البلد تمشي بديناميكيه اسرع بكتير جدا، وهتقل فيها الرشاوي والمحسوبيه وتعطيل الاجراءات وكل شيء. كل فكر شخص او لكلام كل شخص عمره ما هينتهي، لان هم الناس كلها اتفقت على ان هم ما يتفقوش. فما فيش حد اتفق على شيء. لو الموظفين دول متفقين على شيء، بس لو كلمت الشعب المصري كله هيقول لك احنا ما بنحبش نتعامل في اي جهه حكوميه ولا مع الموظف الحكومي. ليه؟ لانه في انطباع عام وسائد هو اللي قايم الموظف الحكومي. فلو الموظف نفسه ده شايف ان هو ممتاز، المصر كلها 80 مليون شايفينه مش ممتاز. فلو الموضوع ماشي اصلا بشكل ديمقراطي، اوتوماتيك الناس دي هتمشي لوحدها. فانا المفروض انصاع لرغبات الناس واحسن لهم خدماتهم، حتى لو الفئه دي مش هتفضل مكمله شغل بس هيبقى في دخل يعيشها. هو عايز يتطور وينمي نفسه، هيطلب في تقديم في برنامج هتعمله الحكومه في انه يطور فيه الموظفين دول. الموضوع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي فين؟ الموضوع الاقتصادي، الاصلاح الاقتصادي لسه مش ماشي على الطريق السليم. بص، الاصلاح الاقتصادي بتاعنا في مصر ان هو متقسم لاجزاء كبيره، بس هو مشكلته كلها ان دي مشكله قائمه بقالها حوالي 40 سنه. فكل زي ما قال الرئيس، كان كل الكلام اللي بيتم الفتره اللي فاتت كله على ان هم ما بيبلغوش الشعب ولا يخاطبوه بالحقائق اللي كانت موجوده. المشكله ان مصر عندها مشكله اقتصاديه متراكمه بقالها زمن وعمرها ما هتتحل في يوم وليله. كل اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي، سواء من قانون استثمار، سواء من خطط لجذب المستثمرين من خارج، سواء لخطط لجذب العاملين في الخارج بانهم يحولوا فلوسهم هنا، خطط العمله، خطط التطوير، كل الاجراءات دي كلها خطط مستقبليه.
مش هتقدر تحس بشيء ملموس على ارض الواقع دلوقتي حالا، لان احنا عشان الناس المواطن يقدر يحس بان الدوله بتتغير لازم معدل نمو الدوله يبقى اعلى 2 ل 3 من معدل نمو الافراد. فلو احنا بنزيد في السنه كمواطنين 2 3%، لازم معدل النمو بتاعي يبقى 7 8%، عشان كل مواطن يحس بان اختلف دخله والظروف الاقتصاديه اختلفت. وده تحدي جامد جدا على الدوله المصريه في الوقت الحالي، بسبب انت بتحارب الارهاب، بتحاول تظبط الاقتصاد، وعليك ضغوط خارجيه قويه جدا، كذا حاجه مع بعض. وده في الاخر موصلنا لان في فعلا ازمه اقتصاديه موجوده عندك لازم كلنا نشعر بيها ونحسها ونواجهها. فاللي انا شايفه ان الدوله لازم تعمل زي ما قلت لك فكره خلق ادارات موازيه، ادارات عندها كفاءات مختلفه. فكر بره الصندوق، ناس ماشيه في مصر بمعايير ثابته واضحه. هل هناك افضل من عمليه الاقتراض؟ الاقتراض ده هي المشكله مش في الاقتراض، المشكله هتستخدم في ايه الاقتراض. انا ممكن اقترض عشان احول المليار دولار اللي انا واخدهم دول ل 100 مليار، وممكن اخد المليار دول عشان ادعم بيهم بعض الناس تاكل وتشرب ويديروا وابقى افضل مديون. فالمشكله مش في ان انت تقترض، المشكله في ازاي هتستخدم الدين في انك تحوله لدخل كبير. وهو ده بالظبط التحدي اللي على الدوله، وده محتاج نوع معين من الناس اللي بتفكر، ونوع وسبل وطرق مختلفه عن العرف الطبيعي. يعني دوله زي مصر فيها قطاعات كبيره جدا نقدر نستفيد منها، مصر ما بتشتغلش فيها اساسا، ولو اشتغلت فيها هتبقى مسيطره بشكل كبير جدا، لانها عندها عماله رخيصه جدا، وفي نفس الوقت عندها مناخ حلو طول السنه، وعندها ظروف انا شايف انها افضل من دول كتير جدا في العالم. ولكن اللي ينقصها هو الفكر والاساليب تنفيذه، فده محتاج ناس مختلفه، يعني مش واحد طبيعي. انا شايف احنا بنستدعي خبراء للجلوس على مائده المفاوضات والاستثمار الاخير، بنستدعي رجال الاعمال. بالظبط. هل اللي تم استدعائهم ليسوا على الكفاءه ان هم يحطوا قانون استثمار او يحطوا الفكر برجال الاعمال ان هو يكون قانون مرضي ويكون قانون جذاب للاستثمار؟ بص، هو قانون الاستثمار، العراقيل الاستثماريه في مصر مش بس فقط مربوطه بالقوانين. القوانين في مصر انا اللي بيحصل لها حاجه اسمها ابيوز او اساءه للاستخدام. يعني مش معنى ان طلع عندك قانون ان انت تحترم المشاة في الشارع ان انت تنزل الشارع هتلاقي اماكن لعبور المشاة. فربط القانون بارض الواقع هو ده المشكله، مش خلق القانون نفسه. قانون الاستثمار المقترح والليسته واللائحه بتاعته كلها لائحه ممتازه، بس لما تيجي تبص عليها على ارض الواقع هتلاقي ان في عراقيل كتير جدا عليها. فالدوله تطلع اجراءات، يعني مثلا مبدا تقنين الاستيراد. تقنين الاستيراد ده شيء كويس جدا، لكن الدوله لما تيجي تقول لك دلوقتي طلعوا قانون على ان كل سلعه مستورده لازم يجي يتلزق عليها ستيكر اسمه المعالجه. المعالجه دي بتقول بلد المنشا ومين المستورد ورقم التليفون. كان الاول مسموح بالمعالجه دي داخل المينا المصريه، فكنت بتدفع للدوله فلوس وتدخل العمال بتوعك يعالجوا. طلعوا قانون دلوقتي بان انت ممنوع تعالج داخل مصر ولازم تعالج في الخارج. فبقيت انا الكونتينر اللي كنت بتجيبه ليتس سي ب 10000 يورو، الكونتينر ده بتدفع 3000 يورو بره عشان تلزق استيكرات على المنتجات اللي جوه الكونتينر ده. فبدل ما كنت بتدفع فلوس للدوله هنا بقيت تهدر الدوله عمله اجنبيه وتحول الفلوس دي للخارج ويستفيدوا منها، ومصر ما بتستفيدش اي شيء الا ان المستورد هو اللي بيضيع عمله وبيضيع وقت ومجهود وفلوس للخارج. مصر ممكن تاخد منك بدل ال 3000 يورو دول 1000 يورو بالعمله الصعبه في المينا وتسمح لك ان انت تنفذه. ففي كل حاجه من القوانين ليها طرق لتنفيذها تخليها في مصلحه الدوله، بس المشكله ان مفيش الفكر اللي بيقدر يقول ده صح وده غلط وده على ارض الواقع مختلف. فانا زي ما قلت لك وجهه نظري مش في القوانين ولا في البنوك انها بتقدر تدبر فلوس. كل الحلقه اللي هتلاقيها ناقصه دايما هي حلقه الفكر اللي يقدر يطبق الحاجات دي على ارض الواقع بشكل يقدر يفيد الناس على واقع الامر، مش كلام مطلق وخلاص بس. طب احنا لو قلنا عندك رسائل لو لوزراء الانواع الاقتصاديه، دكتور صاحب مصر وزاره الاستثمار. بص، انا زي ما قلت لك انا شايف اولا انا مؤمن بمبدا، انا شايف ان الحكومه والوزارات عامله زي المنتخب او عامله زي نادي بيلعب كره قدم، بتحاول توجد فيه ال11 لعيب اللي يطلعوا لك احسن نتيجه. فانا شايف ان في شويه فجوه في الاستعانه بالخبراء الاجانب اللي مروا بالتجارب بتاعتنا. يعني انا ماشي على مبدا اسمه تبتدي من حيث انتهى الاخرون. مين الناس ابتدت زي الامارات ازاي اتطورت؟ بانها ابتدت تستعين بخبراء من كل حته في العالم. تعالى المصري المهندس القوي تعالى وريني الطرق بتاعتك عامله ازاي، هتعملها ازاي. الراجل الانجليزي تعالى وريني القطاع المصرفي هتمشيه ازاي. الراجل الفرنساوي تعالى وريني القطاع الاداري. في دول وصلت لمعدلات نجاح عاليه جدا. فانا مش محتاج ان انا ابتدي اوجد حسبه بيرما، انا محتاج اشوف كل الدول اللي نجحت مشيت ازاي واستعانت بخبراء مين وايه الدايركشنز اللي اتجهوا عليها، واستعين بنفس الخبراء دول بحيث ان انا اطبقها على ارض الواقع هنا، وفعلا الدوله تختلف بناء على راي الناس دي. لان مهما كان هنا اهو لا الفكر ولا التطوير ولا ارض الواقع هتعرف تديك العوامل اللي تنجح الدوله وتطورها من غير الاستعانه بناس عندها خبرات خارجيه قويه في دول اوريدي سابقاك ب100 سنه.
فانا شايف ان لازم يتعمل زي مجموعه خبراء ما بين المصريين والاجانب، وكل القصه تبقى مبنيه على افكار بيطلع بيها الصندوق ده او الكوميتي دي، اللجنه دي لجنه خبراء في كل قطاع مهم الدوله عايزه تطور فيه. تعالى احنا عاوزين ليتسي، خلينا نتكلم على المجال من المجالات اللي انا شغال فيها، مثلا مجال المطاعم اللي في مصر والكافيهات. المجال ده زي ما سمعنا قريب كان نسبه كسروا كافيهات في مصر الجديده، وكان في مشكله كبيره بعد الحادثه اللي بس بعد الحادثه الموضوع ما اسهله يا جماعه. انا هديك مثل، انا في كافيه عندي او في كافيه عند اصحابي بننزل نقدم على الرخصه 4-5 سنين وما يطلعش ترخيص، وبتوع الحي بينزلوا عندك كل شويه يطلبوا رشاوي، والاجراءات معقده جدا. لو انا عملت حاجه اسمها منفذ الشباك الواحد، وان ستوب شوب كده، ويندو. الاستثمار اعتقد الجديد هو الازمه كلها على الشباك الواحد. الشباك الواحد في اجراءات الاستثمار وليس في اجراءات تراخيص الفرع اللي بتفتحه، ده مربوط بالاحياء. فلو في الحي اتعمل منفذ في اشتراطات محدده، خش اقدم ملف بتاعي ورسوم معينه بديها للدوله، لا هبقى انا في مشكله ولا الدوله هتحطني في مشكله، والموضوع هيمشي بسهوله. لكن ان تفضل بسنين طويله قاعد بتحاول، وانا عندي مثلا كل واحد في مكانه شغال 100-150 عامل بيفتح بيوت ناس كتيره، فالدوله لازم تسهل عليه الاجراءات في انه يقدر يرخص المكان بتاعه ويمشي طبقا لمتطلبات الدوله. فانا شايف ان المشكله كلها مشكله اداريه. المشكله مش مشكله موارد وبس، الموارد ده جزء، ولكن المشكله الاكبر هي المشكله الاداريه. يعني انا شايف ان لما حصل مشكله في موضوع التاكسيات مثلا، فكره هم جم اشتكوا من اوبر وكريم والناس دي، اوبر وكريم هم ما هو الا فكر اداري منظم. يعني بيعملوا الناس تبقى يقول لك انا فخور انا شغال في اوبر، شركه مالتي ناشونال وكبيره وبتاع وكل حاجه، حاطط له نزل ومبلغ معين بياخده على كل رحله وبونص وكل حاجه. التاكسيات في مصر عمرها ما وصلت للمعدل ده. ليه؟ لانه مفيش حد فكر انه يحط الناس دي تحت اداره مظبوطه. خلوا الناس كلها اللي سواق ومش سواق يشتغل تحت شركه امريكيه عشان عندهم بس فكر اداري. فانا كل اللي محتاجه ايه؟ فكر ينظم كل قطاع، فكر مظبوط، اداره مظبوطه، رقابه عليهم، الموضوع هيمشي لوحده. وابتدي ادعمه ماليا بقى بعد كده. بس اهم حاجه الفكره قبل اي حاجه. اوبر استثمرت جنيه في مصر خالص، ما حطيتش فلوس، هي كل اللي عملته موبايل ابلكيشن، ابتدى ينظم علاقات السواق ما بينه وما بين العميل، تقدر تشتكي، تبعت شكوى، توافق، تقيم الراجل ده، فابتدت بقى في مصداقيه وشفافيه. وهو ده اللي محتاجين نشوفه جوه مصر هنا، المصداقيه والشفافيه والاداره والكنترول. عوامل كتير ناقصه، انا شايف انها تتحسن مع الوقت لو ابتدوا يستخدموا فعلا حته الخبراء اللي بكلمك عليهم دول. بس طيب رساله اخيره بقى للشعب وللمصريين. انا عايز ادي رساله مهمه جدا للشباب اللي في سن صغير. انا شايف ناس كتيره جدا بتخاف من فكره المخاطر. انا عايز اقول ان البيزنس هو المخاطر، وعمرك طول ما انت ما فشلتش عمرك ما هتتعلم. وفكره ان انت تقدر تستفيد وتتحول لرجل اعمال او رائد اعمال، الموضوع ده مش صعب خالص، ما هو الا شويه عوامل بتبتدي تاخدها في الحسبان، بتبتدي تنزل على ارض الواقع. انا بنصح الناس جدا انها مهما كان معاك ايا كانت القيمه الماليه من المبلغ اللي انت محوشه، 1000 10000 15000، لازم هيكون في فرصه تقدر تستثمر فيها المبلغ ده، وتقدر تطلع منها عائد اكتر كتير جدا من الوظيفه. فعاوزين نخلق رواد اعمال كتير في مصر، عاوزين نحط فكر البيزنس عند ناس كتير، ويتحول الموضوع لان هو مش مجرد كل واحد بيدور على وظيفه، لا انا بدور على حاجه اعملها وافيد بيها نفسي وافيد بيها البلد، وابتدي اثبت نفسي بيها عالميا، سواء في قطاع الملابس، في قطاع الصناعات الصغيره، في كل حاجه. مصر محتاجه تتحول لدوله منتجه، تتحول لدوله قايمه على مشاريع سواء صغيره متوسطه او كبيره. فانا بنصح فعلا كل واحد سنه صغير او سنه شاب في نص عمره انه فعلا يقدر يطلع حاجه لنفسه، ويقدر يعمل مشروع يختلف بيه عن الفكر الوظيفي، ويحقق قد دخل الوظيفه 10-20 مره. بس كده.